السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقتنا النهاردة. حلقتنا النهاردة هتكون زي راحة ودردشة ومناقشات جميلة مع الباشمهندس أسامة هلال. اهلا وسهلا بكم. باشمهندس أسامة هلال هو عضو فريق مصر الأحجار الكريمة عن طريق قناة رجل الشارع. باشمهندس أسامة هلال ابتكر مكنة، والنهارده احنا بنريح طبعا من الرحلات شويه علشان نقدر نعمل لكم حلقه مفيده. انتوا طلبتوا قبل كده، ناس كتير طلبوا عايزين يتعلموا السطح كمبتدئين وتقطيع الحجر، وعايزين مكنه تكون مناسبه للمبتدئ في السعر، وانه يقدر يبدا بيها مشروع كويس جدا وتبقى مكنه محترفه في نفس الوقت. الباشمهندس أسامة عمل لنا مكنة النهارده جميلة جدا، فتح ورشة لتصنيع المكن، خدمة منه هو ومن قناة رجل الشارع للمشتركين بتوع قناة رجل الشارع. الباشمهندس أسامة هو مهندس نماذج طيران، فطبعا الموضوع مش غريب عليه وقدر يبتكر المكنة دي. اتفضل يا باشمهندس، اشرح لنا انت ابتكرت المكنه ازاي والفكره جات لك منين؟ طبعا برحب طبعا بالناس المشاهدين والمتابعين بتوعنا على القناه، اهلا وسهلا بكم. وطبعا انا بادئ مع استاذ محمد على قناه رجل الشارع وليا الشرف في الموضوع. ربنا يكرمك. الله يخليك. هو بدايه بالنسبه للمكنه، انا كنت بشوف فيديوهات كتير، وخاصه طبعا في دولنا العربيه، لانه ما بيبقاش فيه امكانيات ان احنا نجيب المكن المتخصص، وحتى لما بتيجي بيبقى شحنها غالي جدا. فكان في ناس مجموعه كبيره كانت متخصصه في المجال، وبيبتدوا ان هم يشتغلوا على الجلخ مباشره. فيبتدي يشتغل يحط الديسك بتاع الجلخ اللي هو الحك، ويبتدي يشتغل الشغل العادي. مع الوقت في ميه بتتراكم جوه الموتور. الميه دي في 3 اشخاص انا اعرفهم المواتير اتحرقت في وقت قصير. في وقت قصير. فلما راحوا الفنيين بتاع فني الموتور يفتح الموتور من جوه، يقول له الموتور مليان ميه. فمن هنا جت الفكره ان انا اعمل هو نفس الموتور، لان الموتور قوي وحاجه محترمه، 350 واط، حاجه كويسه جدا. فبعمل له حوض خاص بالديسك بتاع التقطيع، والحوض الثاني بتاع الحك اللي هو اقدر ان انا برضو يبقى فيه ميه معايا، وبوصلها للديسك، لان هو الديسك لازم يشتغل مع ميه، منه تبريد ومنه في نفس الوقت تزييت وانت شغال، عشان مفيش حاجه بيقلل نسبه الاحتكاك مع الحجر. بالظبط كده. يجي بقى التقطيع، طبعا حتى كمان بنعمل له كفر كده، وبنعمل له طريقه بحيث انه الميه ما تجيش عليا، وفي نفس الوقت ما تهدرش ميه حوالين الموتور كتير. فالفكره جت ان انا عملت حوض معايا الاثنين هنا. عملت حوض بسيط يعني جدا، ممكن اي حد يعمله على فكره، ومستعد يعني ان انا لو حد عايز تصميم اديهوله تمام المقاسات بتاعته. تمام. الحوض بمنتهى البساطه، الموضوع عندي هنا المكان اللي بحط فيه الميه، وهنا المكان اللي بسقل عليه. تمام. هنا في خرم صغير، ولكن بعد الخرم كمان بحط ورده بتصد الميه خالص، ما يبقاش فيه ولا حتى رذاذ يخش الموتور. تمام، حلو جدا. الناحيه الثانيه بيبقى عندي حوض مقفول. دي مكنه دي تبع الحته اللي هي الجزء التقطيع. ده جزء التقطيع، حوض مقفول، وبحط لازم الديسك يبقى فيه ميه. هو واضح هنا المكنه اللي انت عاملها. تمام اهي. تمام. ده الحوض اللي انت شرحته الاولاني بالظبط كده، وده الحوض الثاني ده بتاع التقطيع، اسطوانه التقطيع هنا اهي، ودي الموتور اللي احنا بنتكلم عنه اللي انت عملت له الابتكار بتاعه. تمام. طيب احنا دلوقتي انا في ناس كتير قوي عندي في القناه عايزين يتعلموا، يعني احنا ممكن ناخد منك وعد كده انك تدينا من وقتك، نبعت لك الناس تعلمها اللي فاضي، نعمل فيديوهات نعلم فيها الناس المبتدئين. تمام. بحيث ان احنا نوضح لهم ازاي يسقلوا، يقطعوا ويسقلوا،
ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه دي باذن الله نعمل شويه فيديوهات ونبتدي نوضح الموضوع بمنتهى البساطه، لان هي فيها تريكات بسيطه هي اللي بتبين جمال الشغل من اللي هو ايه اللي مثلا تقدر تقول 70% او 80% اللي هي بيبقى الحجر على وشك ان هو ينطق ولكن ما كملش او ما عرفش يوصل لطريقه معينه. هنعرف الناس الكلام ده كله وباذن الله بحاجه والتلميع والكلام، مشاكل كلها بتقابل كل المبتدئين في الموضوع ان شاء الله باذن الله. دي حاجه نشرفنا طبعا ان احنا نبقى نعمل حاجه كويسه للمتابعين ويستفادوا اكتر واكتر، يعني مش بس ان احنا بنبحث عن احجار، حتى كمان احنا في الفتره الاخيره لاحظنا ان الناس اللي اتفرجوا على الفيديو بتاع الفيوم انبسطوا كتير لان شافوا حاجات اول مره يشوفوها. انا عايز اقول حتى واحنا في المكان يا جماعه والله ان في حاجات بتدل ان في حاجات تانية واحنا مش ما تقدرش يعني انك انت تقول ايه يعني تبقى متاكد احنا مش تخصصنا، بس المكان ومش ما نقدرش احنا نبحث المكان فيها. فعلا معمول محميه فاهم طبيعيه وحاجه محترمه، كل ده علشان في الاخر فعلا المكان يستاهل اكتر من كده بكتير. يا ريت كل الناس بنحاول نطلع اي معلومه نوصلها للناس والناس استحسنت الموضوع جدا. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مشاهدات الحمد لله كانت كويسه الحمد لله. وعايز اقول لك انه بالمناسبه يعني احنا بنتكلم انا وانت بما انك انت من اقدم الاعضاء عندي في فريق مصر للاحجار الكريمه. الله يخليك. العضو ما ننساش ابو مروان برضه، ابو مروان قبلي طبعا احنا نقدر ما نقدرش حبيبي ابو مروان طبعا وكل الاعضاء. انا مش عايز بس اذكر حد، لا انا بتكلم على الادميه لا عشان ما انا ما اقدرش اخش عليه يعني. كل الاعضاء طبعا اخواتنا سواء الكابتن يحيى وسواء محمد فرج سواء مصطفى كلهم عشان ما ننساش اسم حد، والاستاذ وائل طبعا والحمد لله رب العالمين احنا معانا مجموعه كويسه ومجموعه فريق قوي متفاهمه وهم متدربين تدريب عالي والحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل بيهم بمستوى قوي جدا انهم يعني يستخرجوا احجار واستفادوا منها وعملوا منها شغل والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. انا عايز اقول لك بقى على حاجه بتجيلي دايما على قناتي. زي ايه كده؟ يعني مثلا حد سالني مره قبل كده وقال لي انا عايز اشتري حجر بيجلب الرزق. يجلب الرزق. طب هو في حاجه زي كده؟ طبعا. ازاي طيب فهمان؟ ده احجار كتير بتجلب الرزق. طب فهمنا عشان احنا الحكايه دي ده كده فرصه يا جماعه ان احنا نشوف بقى حكايه هو الاخ جالي وقال لي انا عايز حجر يجلب الرزق. قلت له طب تعالى انا هجيب لك كام نوع كده بيجلبوا الرزق. طلعت له 3 انواع من الاحجار، حجر عقيق سليماني وحجر عقيق صخري وحجر اماتيست. واشتراهم واشترى الثلاثه. اشترى الثلاثه لا اشترى الثلاثه مش بس عين العقل الراجل برضو عشان يبقى ماسك كل العصيان مش العصايه من النص، العصايه كلها يجي من 3 اتجاهات. المهم خد ال3 حجرات تمام وروح بعد اسبوع ايوه اتصل بيا يا استاذ محمد يعني الاحجار ولا واحد فيهم جلب رزق. قلت له مين اللي قال لك؟ هو بيجلب لي انا الرزق. ازاي ما جابلكش انت رزق؟ قال لي ازاي جلب لك الرزق؟ فهمني طيب اعمل ازاي يعني؟ فاهمان. قلت له هو انت مش اشتريتهم مني؟ قال لي قلت له مش انت اديتني فلوس؟ قال لي قلت له طب كده مش جلب لي رزق؟ فقلت له انت لازم تشتغل عليهم عشان بالظبط. تقطعهم تعمل لهم فصوص وتعمل لك صفحه وتبيع على الصفحه وتشتغل زي ما احنا بنشتغل وبنبيع في بعض الاوقات. ما دي الحاجه اللي انا بقولها للناس دايما يا جماعه، ما تدورش على انك انت مثلا اول ما تلاقي حجر شفت الحجر ده طب ايه نوعه طب بكام؟ طب ما انت في عندك فرصه ثانيه. لا يعني هو ما بيبقاش داخل هوايه، هو بيبقى داخل عايز ان هو يعني عايز يلاقي الايه. يعني انا في حد مره قبل كده وهي سيده فاضله يعني سالتني قالت لي هو انت لما بتطلع الرحلات دي تاخدنا معاك في الرحلات؟ تمام. مش انا بطلع الجبل الم حجاره انت بتاخد منها حاجه؟ لا ما باخدش حاجه، كل اللي يلم حجر ياخده لنفسه. انا كل اللي عليا ان بدربك واعلمك ازاي تجيب الحجر وانواع الحجار وتعرف نوع الحجاره. الشطاره هو الحجر رزق. تمام. يعني 99% من انك تلاقي حجر ده رزق طبعا. لكن الشطاره او 1%
انك تعرف نوع الحجر ده ايه، اخده بقى ولا ما اخدوش. دي انا اللي بعلمها حاجه لك. ترجع بالظبط. دي انا اللي بعلمها لك، انه اقول لك الحجر ده نوعه كذا وانت تحفظ النوع، لما تيجي تشوفه مره تانية تعرف هاخده ولا طبعا لا. طبعا تتعلم بقى يعني. فالسيده الفاضله قالت لي انا طيب ما احنا بنجيب الحجاره وبعد كده لما بننزل بنديها لك تبيعها لنا. يعني ده اسمه كلام يعني. طب انا هجيبك معايا ليه في رحله؟ طب ما انا الم الحجاره كلها اللي في بالظبط الجبل كده وانا اللي ابيعها واستفيد منها لوحدي. يعني انا عايزك انت تستفيدي تتعلمي من الالف للياء، او تتعلم من الالف للياء بالظبط ازاي تستفيد من الحجر. تجيبه تقطعه تثقله، مش شرط انك انت اللي تثقله بايدك، في صقالين محترفين طبعا وياخدوا اجر بسيط جدا. طبعا ابدا الموضوع من الاخر زي ما بيقولوا كده، اجيب الحجاره بتاعتي اللي انا لقيتها وتعبت في ان انا دورت عليها ولقيت حاجه محترمه، اروح اثقلها وابتدي اعمل صفحه لنفسي واعرض على الناس. تمام. اذا الموضوع مشي معايا، اهلا وسهلا بيك هنا في ورشتنا، نعمل لك بقى احلى مكنه صقل. وعلى فكره انا مش دي بس اللي موجوده، انا عندي فلات لاب وعندي واحده تانية هنعرضهم برضو في الحلقه دي عشان الناس تبقى عارفه ان شاء الله انا بقالي 6 اشهر فاتح المكان بعمل ايه. الحمد لله احنا مش ساكتين وبنحاول ننشر الهوايه ان كان على مستوى البحث او على مستوى الصقل، وان احنا نطلع منتج نهائي الناس تستفاد بيه. اللي عايز بقى اقوله النهارده كمان بالمناسبه، عشان انا بنسى بصراحه ان انا اتكلم عن الموضوع ده، موضوع مهم. اللي هو ناس كتير بتبعت لي في التعليقات وعلى الواتساب، ليه بتقول فراعنه؟ ليه ما بتقولش قدماء مصريين؟ طب يا جماعه، انا بدايه كده كلمه قدماء مصريين كلمه مطاطه. هم قدماء المصريين في عهد محمد علي، قدماء المصريين في عهد المماليك، ولا قدماء المصريين في عهد مين بالظبط؟ ما هو في عهود كتيره، عهود كتير قدماء المصريين كتير. آه. يعني اقول واحد قال لي يعني غلط انك تقول الفراعنه. طيب اقول في عهد مين؟ لما اجي عند الفراعنه اقول في عهد الغلط، في عهد الغلط اللي احنا نقول عليهم اسمهم؟ لا، ده لازم ياخدوا حقهم، وياخدوا حقهم في الحضاره اللي هم بنوها. اولا مش كلهم كفره، لا هو واحد بس. احنا عندنا على سبيل المثال سيدنا موسى وهو خارج من مصر، وفرعون الخروج اللي هو كان بيطارده، تمام، كان الشعب بيديله مؤن، وكانوا بيديله ذهب، وكان بيديله حاجات علشان ان هو وهو خارج يقدر ان هو يعمل دعم ومساعدات. بالظبط. المشكله هنا انك انت بتتكلم عن الفراعنه على انهم كلهم كفره. هو فرعون ده، وعلى فكره فرعون، لان في ناس كتير عندهم اختلاط في الامر، يقول لك فرعون ده اسمه كده. ايوه لا، مش اسمه كده. فرعون سيدنا موسى يحتمل انه يكون رمسيس الثاني او مرمتاح ابنه. تمام. طيب ده بيبقى اسمه فرعون. ده كلمتين تتكون من، في الترجمه العربيه، من الهيروغليفي العربي، القصر العالي، ومعناها انه من يسكن القصر العالي هو حاكم مصر. بالظبط. هو الفرعون او طبعا فرعون. تمام. وكانت الكلمه اصلها برعاء، وبعدين بقت اسمها فرعاء، وبعد كده بقت فرعون، معناها القصر العالي. بيسكن في القصر العالي. تمام. او زي ما دلوقتي بيقول لك ايه، صاحب الجلاله، صاحب كده يعني، ده هو الحاكم او هو الملك. تمام. اما كل فرعون من دول فراعنه كتير، ده حوالي من 31 اسره ل 32 اسره فراعنه. تمام. ليهم اسامي ميلاديه، اسمه رمسيس، اسمه مرمبتاح، اسمه احمس، اسمه اخناتون، اسمه اي حاجه، ولكن اما ده مش اسم. فرعون ده مش اسم، ده لقب. وهو كان ملك واحد بس اللي ذكره القرآن اللي كان كافر، والله اعلم. خلي بالك، هو باقي الملوك فيهم اللي كان موحد بالله. الحضاره القديمه فعلا الفرعونيه، ان هو احنا ما وصلناش منها الا قشريات في طبعا هم كانوا عندهم حضاره احنا ما نعرفش عنها حاجه. بالظبط. وبعدين خد بالك، زوجة فرعون نفسه السيده اسيا في الجنه. بالظبط. ماشطة بنت فرعون. ما هو دول من اهل فرعون ولا مش اهل فرعون؟ بالظبط. ماشطة بنت فرعون، ده ايه في قلب بيته يعني، مش بعيد. ماشطة بنت فرعون في الجنه هي واسرتها.
طبعا طبعا. الرجل الذي وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، اللي كان بيحذر سيدنا موسى، هو ده من بالظبط. آل فرعون يا جماعه، بالظبط صح ولا لا؟ بالظبط. وكان مؤمن بالله. طب تعالى المفاجاه الكبرى تمام. اللي الناس كلها لما بتيجي سيره كده يقول لك اصل دول سحرة فرعون، اصل دول سحرة فرعون. سحرة ده فرعون يا الناس دي جماعة امانات ماتوا على دين التوحيد، ضحوا بحياتهم في سبيل الله، والتعذيب والتقطيع في سبيل في الله، سبيل الله. وفي الجنه فعلا هم. فعلا فعلا. صح؟ صح ولا مش صح؟ صح. وكل دول ما كانوش فراعنه؟ لا لا كان فراعنه طبعا طبعا. يعني هو لقب واطلق على عهد معين. اي نعم باقي الشعب مش من الفراعنه، لان الفرعون اللي هي الاسره الحاكمه، عشان نوضح للناس صح، لان هيطلع حد يقول لك لا الشعب حاجه والمش عارف ايه حاجه. لا يا سيدي، هم الحكام والشعب كان عهد اسمه عهد الفراعنه، وكان الشعب والحكام قدماء مصريين. باشمهندس اسامه، ايوه يا باشا، اتكلمنا عن المكنه دي مختلفه عن المكنه اللي كنا بنتكلم عنها من شويه. المكنه دي اللي هي مكنه الفلات لاب، دي اللي هي بتشتغل افقي. تمام. احنا الثانيه راسي عشان بنقدر نعمل حاجتين في نفس الوقت. تمام. انما دي اللي هي الثقالين كلهم شغالين عليها والمحترفين. هي بس عيبها في التكلفه بتاعتها. التكلفه بتاعتها بتكون اعلى ومحتاجه مكنه ثانيه للتقطيع لوحدها. تقطيع جنبها. فدي عندي انا عاملها موتور ايطالي، حاجه يعني برضو الحمد لله تقيله، معمول لها رجلين حديد. ماشي، دورها كده ونشوف بتعمل ايه. هندور بسم الله عشان كل المبتدئين برضو يعرفوا الفرق. طبعا هي هنا بص طلع لي بتكتب لي الحاجه بتاعتي هنا، بتبقى واضحه قوي بالنسبه لي وانا شغال. تمام. بص مطلع لي الحاجه عامله ازاي. حاجه ما شاء الله، دي رسومات جميله. ماشي يا باشمهندس. تمام تمام، برافو عليك والله، انت مجتهد. الله يخليك. برضو شغل الورشه هنا والحمد لله عاملينها من بدري يعني ما شاء الله. لو حد طالب منك اي حاجه عن طريق تشرفه الشارع بتعمل له خصم 0% باذن ماشي. انت كده بتطفشهم بقى. لا 0% يعني ما هتديها له ببلاش. اداله ببلاش. لا تشرفوا كله. استاذ محمد هيحاسب. اهلا وسهلا. استاذ محمد على فكره. ايوه انا حاسب لهم عادي، يعني ايه المشكله؟ دي المكنه يا باشمهندس اللي كنت بتشرح لنا من شويه انك عملت عليها ابتكار يمنع ان تسرب الميه ليها او تتحرق. بالظبط كده. حتى انا بص يعني بالاتجاه ده لو انا ميه زي ما انا عايز تمام. غير ان هي مكنه ولا الهواء هنا، خاصيه التقطيع، تمام، خاصيه الصقل. والمكنه مش مكلفه طبعا باذن الله، وانت باذن الله تعملها بتكلفه جميله جدا عشان الناس تبدا مشروعها. الناس اللي هي هاويه احجار كريمه وعقيق يقدروا يبداوا مشروعهم من بيتهم كمان، لان هي ما بتاخدش مساحه كبيره. اتفضل كده دورها لي وفرجني على التقطيع هيبقى ازاي. القطعه بتاعتنا اهي. تمام. الله اكبر. بص طالعه ازاي. الله اكبر. الله اكبر. ده عقيق اسمه عقيق خرايطي، للي ما يعرفوش بيدي اشكال جميله، حته فاتحه وحته غامقه. خش عليها كده واقطعها. يعني احنا دلوقتي هنبتدي ان هي نظبطها هنا شويه اهي.
بحاول اعمل لها شكل بيضاوي. طبعا لو معايا طبعا مسطره هتبقى افضل ان انا اظبطها على المسطره. تظبطها. وابتدي ان انا هنا اكمل بقى ايه بقيه الشغل بتاعي. تبدا تفصل. عايزينك يا باشمهندس تعمل لنا ان شاء الله حلقات للتدريب للمبتدئين باذن الله على قناه الشارع كمان باذن الله ان شاء الله. يعني مش كفايه بس احنا بنعلم الناس الاحجار وهنعلمهم كمان الصف ونعلمهم بقيه الهوايه يعني. والله برافو عليك انك انت كملت هوايتك وكمان يعني خدت سكه كده انك انت تعمل المكن توفر على الناس فلوس ومجهود. وريني حاجه جميله جدا ويطلع منه فص شكله جميل جدا. برافو عليك يا باشمهندس. يا اهلا وسهلا بيك. هل لديك اقوال اخرى يا باشمهندس؟ لا احنا عايزين بس الناس كلها تستفاد. الناس كلها تستفاد باذن الله باذن الله كلها يستفاد ان شاء الله. ونقول لكل الناس يعني اعملوا لنا لايك وشير واختم لنا انت الحلقه كده يا باشمهندس. انا طبعا اتمنى كل الناس تستفاد من الهوايه بتاعتها باقصى استفاده، سواء استفاده ماديه او استفاده انك انت بتعمل حاجتك لنفسك. نمي هوايتك. الهوايات جميله، الهوايات بترشدك لطريق جميل وبتخليك عايز تدور على اكتر واكتر، واحنا كل يوم بنتعلم جديد وهتستفيد ماديا كمان. طبعا طبعا. ونقول لكل الناس باذن الله لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك وشير وتعليقات وادعوا لنا ربنا يوفقنا باذن الله، واستنونا علشان عندنا رحله جميله باذن الله هتبقى الخميس الجاي تنزل ان شاء الله. ان شاء الله خير باذن الله ان شاء الله. ومكملين معاكم في قناه رجل الشارع وربنا ييسر الامور.